بعد 92 سنة مصر بتكسب ماتش في كأس العالم. حصل. الله اكبر. حصل. نزل لي بقى بالزغاريد. حصل. كسبنا ماتش في كأس العالم اخيرا، مبروك علينا. نقدر نقول ان احنا كده تأهلنا. يعني بص، انت لو كنت سألتني من 10 ايام مثلا ايه اقصى طموحك، هقول لك ان احنا ناخد نقطة من ماتش بلجيكا. النهارده احنا قاعدين بنفكر احنا ممكن نطلع اول مجموعة ولا لا. اخيرا عايز اقول لك انك انت حسابيا ما تأهلتش لسه. لا تأهلنا. لا ليه؟ لا 4 نقط حسابيا ما تأهلتش احسن توالد حتى. ولا احسن توالد. لا. حسابيا انت لسه ما لا تأهلتش. معلش، تعال، اشرح لي بالراحة. بس كده يا كابتن ادينا ديوان. تفاصيل. بالراحه. اتفضل. انت النهارده في 11 مجموعه، ممكن الثالث يخلص باربع نقط او اكتر. المجموعه الوحيده الثالث بتاعها مش هيخلص باربع نقط هي مجموعه فرنسا، النرويج، العراق والسنغال. لان السنغال صفر، العراق صفر، وهيلعبوا بعض، اللي هيكسب يبقى معاه 3. وبقية ال 11 مجموعة المجموعه الوحيده اللي ما فيهاش اربعه. بقيه المجاميع حسابيا ممكن الثالث يخلص باربعه او حتى اكتر لو هو معاه 3 نقط أو حتى ويكسب أكتر. 6 ممكن نقط. يبقى 6. ممكن يحصل بقى سيناريو بتاع بطولة القارات لما احنا كسبنا ايطاليا وخسرنا من امريكا 3، تخسر من ايران 3، يبقى انت بدل ما بوزيتيف فرق اهداف بقت نيجاتيف. -1. بقت نيجاتيف، تخش في حسبة بقى مالهاش اي معنى. لا دي حاجة ما ده وجع حدش بطن. ده وجع محدش بطن. اتكلم فيها. احنا في احتفالات. احنا يعني تأهلنا. اغلبية الناس تقول احنا احنا تأهلنا خلاص. حسابيا لسه حسابيا الموضوع ما خلص. لسه الكرة في الملعب. لسه الموضوع ما خلص. طيب يعني عشان كده انا كنت عايز ايران تكسب ونبقى احنا ايه إحنا اربعات احنا آه. الاثنين ونلعب ماتش بقى نلعب ماتش تعادل، مع ماتش بعض. قذر. يعني نتيجة التعادل شايفها مش في صالحنا قوي. ما نتيجة التعادل ايران مش مع في صالحنا. بلجيكا. طب يعني خلينا نكون متفائلين، يعني ان شاء الله الماتش الجاي نطلع منه بنقطة، على الاقل نطلع بنقطة ونتأهل اول او تاني. اكيد اكيد. طيب كابتن ياسر، قول لي بقى لو تأهلنا اول ايه اللي هيحصل، ولو تأهلنا تاني ايه الوضع، ولو تأهلنا تالت هنلاعب مين؟ طيب خلينا بقى نكون بوزيتيف بعد الكلام اللي علي كان قاله وقلب بطننا. نحاول ان احنا نبص للموضوع بالثلاث سيناريوهات التأهل اللي احنا ممكن تحصل لنا. اول حاجة اول المجموعة، وده طبعا احسن احتمال ان احنا نطلع اول المجموعة فنلاعب ثالث المجموعة. ثالث المجموعة ايه بقى المجاميع المحتملة او الفرق اللي ممكن تلعبها لغاية دلوقتي؟ خلي بالك احنا لسه بنتكلم لغاية دلوقتي ولسه الراوند الثالثه ما بدأتش. الفرق اللي انت ممكن تلعبها، ممكن تلعب السنغال، وده طبعا عقدتنا الكبيره يعني، وان شاء الله ما نوصلش للموضوع ده ان احنا نوصل اول وبعد كل ده وطلعونا من خدوا مننا كاس الامم وما وصلناش كاس عالم يطلعونا كاس عالم ده. بس ان شاء الله يعني ما يحصلش كده. في طبعا كاب فيردي او الراس الاخضر، هي دي برضو احتمال من احتمالات، او من نفس المجموعه الجزائر او الاردن، على حسب مين فيهم برضو يخلص ثالث في مجموعته. ده احسن احتمال. الاحتمال التاني لو طلعنا تاني المجموعة، ودي ملهاش غير ان احنا ممكن نلاعب تاني مجموعة، سواء ممكن نلعب باراجواي او استراليا. ده شايفه برضو طريق لو بصينا له هو في دور بالظبط ال 32 فرقة سهلة، بس هو يحطك في طريق الارجنتين في 16. وخلينا بس ايه نتكلم الاول في 32 لان 32 انجاز. خلي محمد هاني يكمر ميسي. بالظبط. خلاص بقى، ما دي بطولته. لا زي ما عملناه في ماتش وفايق. الاهلي مع يكمر انتر ميسي هو ميامي كمان. وكنا ماسكين ميسي عادي. خلاص بقى ما لما حصلش بياخد الفيزا بس هو يعني في ميامي غير مع الارجنتين يعني. حاجة. بس معلش يعني معلش ايه رك 5 اجوان في بقول لك الجونين. ايه، ومروان ماتشين. مع المنتخب غير مروان مع الاهلي. هو برضه مع المنتخب مستوى احسن كتير من مروان مع الاهلي، فلا يعني تمام. يعني تمام ماشي. طيب الاحتمال بقى الثالث والاخير اللي هو لو حصل بقى اللخبطه، نزلنا اخر ماتش وفي الاخر ما كسبناش وطلعنا ثالث المجموعه. ثالث المجموعه ده هتلاعب ممكن اول مجموعه تلعب انت، تبقى انت بقى زي ما اتكلمنا على الفرق الاحتمالات اللي هي زي السنغال والجزائر والاردن وكاب فيردي، انت بقى هتبقى واحد منهم. فانت ممكن تلعب فرنسا، دي حاجه. ممكن تلعب امريكا كبلد مستضيف والاداء اللي هي مقدماه، ماتش عنيف. او ممكن تلعب سويسرا او كندا اللي هم لسه هتبقى ما بينهم برضو المركز الاول. وانا شايف ان ده هيبقى يعني لو وصلنا ثالث وخلاص حصل ممكن نرمي نفسنا. اكيد احسن احتمال ممكن ساعتها اللي هي المجموعه يعني اللي ده في فيها احسن توالت انت ممكن تلعب فرقتين من الدول المستضيفين على ارضهم قدام جماهيرهم بالظبط كده. فده يا اما تبقى ثابت بطل العالم فرنسا يعني سيء لأسوأ. يعني يا رب نبعد سيء عنه. لأسوأ. ويعني خلينا احنا نبص لها ان شاء الله من ناحيه ايجابيه، نحاول كده نتصدر المجموعه، ودي هتدي دفعه انا شايف قويه ان لو اول مجموعه وثالث ان شاء الله يا حد من التوالي بقى، سنغال مش سنغال اي حد ان شاء الله نعرف اقرب شويه لينا. بالظبط. طب خليني اسالك يا رائف بخصوص قبل ما نروح بقى للماتش الجاي وتوقعاته واحتمالاته،
تعال نتكلم شويه عن الماتش اللي فات. رايك ايه في الماتش اللي فات؟ التشكيل اللي نزل، الطريقه اللي لعبنا بيها، طبعا عمل ايه مع الفرقه بين الشوطين، الشكل اللي عامل المنتخب هي دي النقطه. بص انا عايز اخدها من حسام علي بن شطين. انا طبعا احنا الناس كتير اتكلمت وعلى الماتش والاداء ورجوله اللعيبه في الملعب وكل حاجه، كان يعني مفيش كلام يتقال. حسام بن شطين في حاجه حصلت ده، احنا طبعا شفنا الحاجات اللي بالاي اي واللعيبه كلها بتتضرب في الاوضه، طبعا مش بالشكل ده، لكن واضح ان حسام كان واضح جدا مع اللعيبه انه مش هنكمل شوط تاني زي ما لعبنا الشوط الاولاني. عجبني كمان نقطه تغيير شكل اللعب بالخطه من غير ما نغير لعيبه. دايما في التبديلات بيبقى في تبديل عشان نغير خطه، حسام باللعيبه اللي موجوده قدر يغير شكل الملعب. احنا عمالين كنا بنحاول نخترق من العمق، نلعب كرات طوليه في بعض الاحيان. شوط تاني بدأنا نفتح الملعب والوينجات راحوا على الخط شويه، الباكات بدأوا يزيدوا شويه، وعرفنا نعمل اسيستات كويسه. الجون الاولاني طبعا بتاع زيكو اداء ممتاز هنتكلم عنه. ياسر قول لي بقى ايه رايك، مين اهم 2 لعيبه او لفتوا نظرك في الماتش يعني انا الصراحه من وجهه نظري شايف بالنسبه لي كلاعبين، خلينا نقول في كتير ادوا في الماتش، بس انا اكيد هبتدي بمحمد صلاح بدوره ككابتن الفرقه، ان هو جاب دلوقتي جون ده الثالث ليه في كاس العالم، وطبعا بقى اول لعيب مصري بيسجل 3 اهداف في 2 كاس عالم. دوره ازاي كان مهم قوي ان هو جاب جون وعمل جون كمان اللي بتاع تريزيجيه الثالث. فشايف لا ان هو في وقت الصعب ان كنا محتاجينه، وده طبعا عكس الانتقادات الكتير تبقى عليه ان هو ملوش دور كبير زي مع ليفربول مع المنتخب. دي كانت مهمه قوي. والحاجه الثانيه طبعا بالنسبه لي مصطفى شوبير، في اوقات تدخلات في الماتش ده لو نرجع له هنلاقي ان هو كور العاليه بالذات اللي اتلعبت علينا، صد 2 كان اترمى، وفي واحده كانت تكمله ان هو قدر يجيبها، كانت في وقت كانت لسه 1-1، وفي وقت كانت 1-0 ليهم وكان ممكن 2-0، دي كانت تصعب الماتش علينا. فانا شايف برضو تدخلات مصطفى شوبير كانت مهمه قوي. الشوط الاولاني كان فعلا الانقاذ توقيته ممتاز. طب علي عايز تتكلم على مين؟ انا مش هتكلم من ناحيه الاهميه، ومش هتكلم من ناحيه مين احسن ولا مين مهم. انا فاجئني زيكو، فاجئني بشكل كبير جدا، بالذات ان هو جاي من بعيدا عن الفرقتين الجماهيريتين الكبار اللي بيبقى عليهم ضغوطات. انت عندك اللاعب المحلي دايما لما بيطلع على المستوى القاري ممكن بيقابل صعوبات، وعندك احنا عشان بقالنا فتره برضو مسيطرين في القاره، فانت بقت عندك لعيبه قاريه كويسه. لما بيطلع للمستوى الدولي بيتكشف ان زيكو يجي يحط جون في البرازيل ويجي يحط جون في ماتش مهم زي ده واسيست، وانت تحس ان زيكو ما عندوش رهبه، ما عندوش خوف، التزام بكل كلمه حسام حسن بيقولها. انا فاجئني، وبامانه يعني زيكو يستحق الاشاده بشكل كبير جدا جدا جدا. انا موافق. حتى النقطه دي احنا كمان فيها الماتش اللي فات، اللعيبه عندها اريحيه وبتلعب قدام حتى بلجيكا، ما تحسش ان في ضغط، فتحس دي اعداد من حسام بصراحه. ما بيفتيش كتير، هي كوره صلاح حطها له، هي تتحط لصلاح على طول، سندها له جون. لا يعني مفاجئني التزامه، عدم خوفه، ثقته بنفسه. لا يستحق الاشاده. وزود علي على اللي انت بتقوله، هو فعلا هو بدا تقريبا 4 ماتشات، في ماتش روسيا جاب فيه، جاب في 3 ماتشات. صح. بس انا قصدي لا، وتغيير الاماكن كمان عليه برضه مهم. انا اقصد انت بتلاعب البرازيل برضه ليها هيبه. طبعا كمان انت بتلعب في كاس العالم، مش ماتش ودي، فانت بتلعب جوه كاس العالم. صح. لا اداؤه يعني ملفت. طبعا اشاده لحسام حسن، بس يعني اشاده للولد نفسه كمان يستحق الاشاده بقوه. طيب مصطفى ايه رايك؟ قول لنا برضو 2 لعيبه كده كانوا مثلا لفتوا نظرك في حاجه. انا هقول 2 لعيبه لفتوا نظري ان هم ما عجبونيش. ماشي. وفي واحد مصر كلها عارفاه، اللاعب رقم 25. ماذا تفعل؟ حسام عاشور. ماذا تفعل؟ زيزو، كابتن زيزو رقص الجون في كاس عالم، حضرتك بشمالك جون، خلصنا كشف. وانت النهارده انت كاس عالم، لسه بنتكلم في اول حلقه ان الجون هيفرق، فانت النهارده انفراد بالجون وقطمت حلو بشمالك، خلص جون. ليه هنعجب بقى تاني ونجيبها يمين وشمال؟ مش بنلعب غزل المحله. طب ليه؟ لا بس استنى بس، ما كان تصرف ياسر زملكاوي وياسر يا باشا ثقه. لا دي ثقه برجع زي كام كوره يعني، هل هي ثقه ولا هو راجل عايز يضمنها زياده؟ فزلكه زياده عن اللزوم، ثقه. وانا مش عارف يعني ثقه ليه. وحتى ابو تريكه اتكلم، هو نازل قلب وشه. هو حسام حسن اول تغيير كان بيغيره كان زيزو الماتش اللي فات، والماتش دوت الماتشين قعد هيثم حسن وبينزل زيزو، فبيثق فيه. يعني تريزيجيه ما لعبش الماتش اللي فات، فهو ازمه ثقه ليه. انت النهارده طب عايز يحطها حلو مثلا، هي ازمه ثقه، هي ازمه ثقه في مستواه عامه، مش ازمه ثقه في اللقطه نفسها.
هو بقاله فتره بيتهاجم، مستواه مش حلو، مش ده زيزو خالص بتاع الزمالك. كشف كشف كورة تلعب زي- بالونه مش بس أنا تلعب بالونه فيها. مهمه يقول لك كوره زي دي، انا بصراحه مش لا، عارف. غريبة. كوره زي دي زيزو في 100 مره هيحطها الشبكة. بشمال، هيحطها الشبكة. بشمال، هيحطها لا لازم هو بشمال. يحطها في بشمال ولازم. سياق من هو الفيديو سياق وقف- من الماتش ده، في صوره يعني صوره كادر وقفته يا رائف، هو عايز يجيبها على يمينه عشان يضمن. عشان يضمن. دي ازمه ثقه تماما. مش يديلها منظر، هو فعلا كان عايز يضمن. هي هو- 100 مره هيحطها بشمال عقد. طب مين تاني؟ يعني ما عجبنيش زيزو خالص، ومش عاجبني اداء مرموش حتى الان. مرموش عنده اكتر من كده يقدمه. بحسه بيطول بالكرة كتير، التحامات كتيرة جدا يعني بتتاخد منه، تمركزه مش كويس، سبرنتاته مش احسن حاجة. حاسه مش مرموش اللي احنا يعني عايزين، يعني مش بتاع سيتي، مش مرموش. فعندي مشكلة مع في ادائه في الماتشين. عريس جديد يا شيخ. يعني الف مبروك. بس يعني تمام، هو الراجل اتجوز وسافر يعني، فهو في المعسكر. لا انا ما اعرفش. انا بحس ان الخطه مش خادمه مرموش كلاعب عنده امكانيات عاليه جدا لما بيجي لك من معاك، ولما راح وينج شمال الماتش اداؤه اتحسن شويه معاك. لا وبعدين هو بس بيجيب هو الكوره، مرموش لا محطه ولا بيلف يعني، هو الحته دي مش عنده. هو الراجل بياخد الكوره وبيطلع من الناحيه الشمال، هنا بيبقى فيه خطوره. طيب يبقى كده خلينا متفقين ان الماتش الجاي هو اهم ماتش لينا عشان نضمن التاهل. اي ماتش مهم في كاس العالم يعني هو مش الماتش الجاي. انا شايف لا انت ممكن ما تاهلش، ما انا فاهم بس يعني خلاص كده انا شايفه انه ديوان نورنا بالحته دي. دول صدمنا. وانا عندي راي ممكن الناس تستاهلش. تتضايق مني فيه. انا شايف ان ايران اصعب ماتش في الثلاثه، بعيدا عن هو اخر طب ما ماتش. تقول لنا يا انا ياسر. متفق معاك، انا متفق معاك في النقطه. يعني انا شايف ان ايران كفرقه كمان، احنا دايما لما بنلعب كوره بنبقى مثلا عندنا فرقه اعلى مننا زي بلجيكا، معاهم الكوره، انت بتلعب من ورا الكوره، بتحاول تدافع وتعمل هجمات مرتده وهكذا. ايران فرقه غالبا 50-50. ماتش بلجيكا كانوا خطر على الفرقه اللي بيروحوا بيها خطر بالظبط. كورتوا طلع كور كتير. طبعا طب ياسر قول لنا مين اخطر بقى لعيبه في ايران؟ في ايران بص، هو يعني طبعا نجم الفرقه هو مهدي طريمي اللي هو اللعيب السابق للانتر، فيعني اكيد لعيب على الليفل اللي وصل، كان بيلعب في ماتشات كمان اساسي للانتر. ان هو دلوقتي لعيب اولمبياكوس في اليونان من هدافين الدوري اليوناني، فلعيب مهم قوي. ده اللي جاب الجون واتلغى. بالظبط بالظبط. الحاجة التانية طبعا، وكنا حتى اتكلمنا على اللعيبة الصاعدة المغمورة اللي تألقوا في كأس العالم، اللي هو رامين رزيان. زي ما احنا شفنا برضه في ماتش بلجيكا، هو بيبدأ يعني ممكن بيلعبه كوينج باك ان هو بياخد الخط كله، او لعبه وينج كمان، طلعوا الماتش بتاع بلجيكا قدام، فبيكمل سريع، فبيجي من تحت، فده لازم نعمل حسابه، وفتوح بالذات ياخد باله من حاجة زي كده. فانا شايف ده اكتر. وتألق الجون طبعا بتاعهم، الجون كان ليه دور مهم قوي في التعادل اللي طلعوا بيه. فدول جدا بالظبط، فدول انا شايفهم يعني اهم 3 لعيبه او مؤثرين في الفرقه عندهم. طيب رايك ايه بقى ديون في التشكيل؟ هنلعب بنفس التشكيل؟ هنلعب مرموش فيرود ولا زيكو فيرود ومرموش يروح شمال وامام يمين؟ زي ما قلنا هنعمل الماتش ايه؟ زي ما قلنا الماتش اللي فات يا شيبا، حسام حسن مش هيغامر، حسام حسن هيلعب بنفس الشكل، حسام حسن هيبقى واقعي جدا. نتمنى طبعا ان احنا نخلص الماتش وما نخشش بقى في الحسبه العجيبه اللي احنا ممكن نخشها. ما توقعش اي مفاجآت من حسام حسن. بعيدا عن التمنيات مين اللي ممكن يلعب ولا مين ما يلعبش، انا الماتش اللي فات كنت قلت اتمنى ان هيثم حسن هو اللي يبدا عن زيكو. لا دلوقتي زيكو لازم يفضل في الملعب ما يطلعش. يعني زيكو فيرود ولا مرموش فيرود؟ انت جاي على مرموش قوي. لا انا بسأل. لا بالعكس، هو لما راح ناحيه الشمال عدلته ظبطت. انا لو بنقول ان هم نفس الناس بس توزيعتهم في الملعب، زيكو وفيرود ومرموش شمال. لا انا زي ما هو بيلعب بالظبط. مرموش وزيكو يمين مع هاني على اليمين. وناخد الماتش بمراحل. احنا مش محتاجين نغامر خالص في الماتش، احنا محتاجين نطلع ببر الامان، ناخد النقطه، نبقى 5 نقط، نبقى ضامنين الايه، نبقى ضامنين التعب. انت كل او ناخد ال7 ديوان، معلش ليه ال5؟ انا بقول لك يعني انت ايه ده، تكسب ماتشين؟ لا هو انا لما تيجي تسالني على التوقعات انا مش هتوقع. ده ايه الحلاوه دي؟ مش عارف. انا بقول لك ان احنا ناخد الماتش ده طبعا السيناريو الامثل الاضمن. بس انت موقفك مش وحش، مش محتاج تغامر، انت محتاج تلعب بعقلانيه، تلعب بواقعيه، مش محتاج انك انت تغير ولا في شكل ولا في تشكيل ولا في اي حاجه في الفرقه خالص. يعني انت سيب الفرقه زي ما هي، وان شاء الله يعني النتيجه تكون في صالحنا. طب رايف قول لي بقى مين التغييرات، مين الكروت الرابحه معانا لو الماتش مع اقرب؟
لا هو توقعاتك؟ مش الماتش معرض، هو حسب يعني انا بشوف الماتشات دي بتتلعب على تفاصيل صغيره شويه. هي احنا امبارح كنا بنلعب بنحاول نخترق من النص، الموضوع ما مشيش معانا في الشوط الاولاني بشكل كويس. خد بالك انت عندك حمدي فتحي مش هيلعب، حسام عبد المجيد مش هيلعب، فالتغيير هيحصل حسام تشكيل مهم تغيير. كورقه على الدكه، لكن غيابه مش هيأثر على الفرقه. حمدي هيبقى فيه طبعا عندنا مشكله شويه، بس اعتقد رامي ربيعه هيقوم بالدور دوت، لان احنا اثبتنا تماما ان احنا بنلعب ورا باربعه احسن من نلعب ورا بخمسه. فاعتقد رامي ربيعه هيكون ليه مكان جنب ياسر مع الباكين بتوعنا بنفس الشكل. ممكن يكون في دور لتريزيجيه الماتش ده اعتقد. ماشي. انا برضو ليا راي تاني مهم قوي، ان على ثالث ماتش منتخب ايران برضو هيبقى مجهد من حته ان هو بيلعبوا الماتش اخرهم ساعتين في البلد ويطلعوا بره المكسيك، وبعد كده قبل الماتش اللي بعده لازم يبقى جوه البلد قبلها بساعتين بس. فكتر السفر ده على ثالث ماتش، والماتش ده اقل من اسبوع، برضو فتره اقل من الماتش الاولاني كان اسبوع. شايف ان ده برضو هيبقى فيه اجهاد على اللعيبه، وبعد الاداء كمان الصعب ماتش بلجيكا كانوا مضغوطين جامد، ده برضو بدنيا هيبقوا واعيين لحد ما. وماله يا باشا بقول له في مصلحتنا. مصلحتنا أنا- بس بجد بعيدا عن أنا مصلحتنا هي بايخه شويه. يعني السياسه لما بتبقى متدخله للدرجه دي بحسها يعني تمام. انا مسافر كمان يومين مش عايز لا يرضى عليك. ماشي. نخش في التوقعات على طول. كل نخش دي. التوقعات. توقعاتك يا كابتن ديوان؟ كام ماتش؟ اتمنى ان احنا نكسب 1-0، بس متوقع الماتش ممكن يخلص 1-1. كابتن رائف لا توقعاتك للاسف لا انا مش ايه؟ يعني مش ما تتوقعش؟ مش لا. متفائل؟ طب كابتن ياسر؟ انا اتوقع برضو ان هو تعادل ايجابي، وممكن يبقى يعني اقول ممكن يبقى مفتوح شويه، فممكن يبقى 2-2. 2-2 ماشي جميل. يا مسهل الحال. انت تقول نقضي على كابتن مجدي عبد الغني عشان نبقى ده خلصنا الحوار ده. يعني جيبرالتر. لا يعني انا نفسي في. طب انت شايف كام النتيجه؟ انا اتوقع يعني ان شاء الله هي امنيه اكتر منها توقع، ان احنا نفسي ان احنا نكسب ونجيب اخرنا في كاس مصطفى العالم. يتوقع كام؟ بغض النظر عن اللي جاي، انا نفسي عايز اخد مصر كاس تكسب. العالم. انا عايز اخد كاس العالم يعني انا عايز اكسب. توقعك قول يعني توقعك. توقعي ممكن يبقى 2-1 لمنتخب مصر ان شاء الله. جميل. انتوا جمال. انتوا النتيجة جمال. احنا متفائلة أوي. كلنا متفائلين ان اللي هيخش فينا جول. لا هو انا للاسف اصلا ما في حاجة ما عادش قلتش، تتمنى. انت ما قلتش نتيجه أنا وقلبت مش- وشك. يعني شكلك كلنا متوقعين ان هيخش فينا جول. انا متوقع ان هيخش فينا جون، ومتوقع ان احنا مش هنجيب جون. فللاسف يعني انا الماتش انت ده متوقع الخساره؟ طب ما تقول متوقع ان احنا خلاص، نخسر. أنا قول، بصراحة قول، هكسب. قول. انا شايف ان احنا الناس تقول برضه يا جماعه رايكم. انا شايف ان احنا الماتش رايكم ده في رائف. انا شايف ان احنا الماتش ده للاسف يعني ممكن نبقى نتيجه 2-1 2-1 لايران. لايران. مش عايز تقول. طيب ماشي. مش عايز أقول. طب اخيرا خلينا نقول ان احنا بدانا في روسيا في 2018 كنا معاكم في كاس العالم، وفي قطر 2022 كنا معاكم من ارض الملعب. مصر ما كانتش بتلعب بس احنا رحنا، وان شاء الله ماتش ايران هبقى موجود ارض الملعب نشجع ونحتفل بالصوت. فيديوهات كتير، لايفات كتير، لايفات كتير. وستوريز تابعونا. وريلز وكل حاجه. ده حقيقي. حصريه بقى على الشانل بتاعتنا. تابعونا ان شاء الله، نعمل تغطيه مميزه باذن الله. واهم حاجه نحتفل بالصعود، يعني حتى لو لا قدر الله نتيجه الماتش ما كانتش في صالحنا، بس اتمنى ان احنا نصعد ونولع الدنيا.